ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايلكم بفيديو جديد، عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفيني مش مشتركه معايا في القناه يا ريت تنوريني بالاشتراك من علامه الاشتراك اللي تحت باللون الاحمر عشان يوصلك مني كل جديد وتشوفيني على طول. ويلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. امبارح يا بنات تعبت، شفت يوم بجد ما يعلم بيه الا ربنا. مغص لدرجه ان محمد قال لي انت هتولدي ولا ايه؟ مغص فظيع، مغص مش عايزه اقول لكم عامل ازاي. فعايزه اقول لكم ان انا لما بغيب عنكم او لما بغيب في تنزيل الفيديو والله بيبقى غصب عني. الحمل مع الحر مفرهدني جدا، والحر السنه دي جاي حر بقى بزياده، واللي مزايد واللي غطى النور اللي بيقطع كل شويه. فالحر بقى امبارح كنت حرانه وتعبانه وضغطي واطي، وضغطي واطى جامد، واللي زاد بقى واللي غطى عليا جالي مغص، اللي هو مغص بجد حسيت ان انا بولد، اللي هو بولد بجد. جه محمد قال لي تعالي ننزل نكشف. الدكتور بقى بتاعي كان امبارح كانت العياده بتاعته للاسف كانت قافله، لو ما كانتش قافله انا كنت فعلا نزلت وكنت كشفت. مغص مش عايز يروح، ومغص في اخر البطن من الجنب الشمال، يعني مغص في اخر بطني من الجنب الشمال بس. انتوا متخيلين؟ كنت تعبانه بموت. محمد قعد يقول لي انت بتولدي ولا ايه؟ انا بقول ان انت بتولدي، انا اعرف ان في ناس بتولد قبل ميعادها. قلت له لا، اولد ايه؟ انا ما بولدش طبيعي، انا بولد قيصري. فقلت له لا، انت بس اتصل لي بالدكتور وهات اكلمه وانا يعني يشوف لي اي حاجه اعملها، تعبانه. قال لي ماشي. اتصل بالدكتور، كتب لي على حقنه كده اسمها فتروجين ولا بتروجين، حاجه زي كده. المهم ان هي حاجه للمغص. اخدتها ونمت، ولما نمت انا عايزه اقول لكم والله نايمه من الساعه كنت نايمه الساعه 11 بالليل، قايمه من النوم الساعه 1، قايمه من النوم الساعه 1 اللي هو معاكم كده دلوقتي. وقلت اقوم اشوف الشقه محتاجه ايه، قلت اعمل معاكم حاجه كده بسيطه خفيفه لما لقيت ان المغص راح والحمد لله ان انا يعني فايقه. قلت بقى ايه يعني ما اتاخرش عليكم اكتر من كده، واعمل معاكم كده حاجه بسيطه واوريكم عملت ايه في اوضه خالد، اشارككم كده يومي كده، حاجه بسيطه كده على قدي. استحملوني بس في كام يوم الحمل دول، زي ما انا ما قلت لكم كام شهر الحمل دول. اولد بالسلامه، وبصوا هنرجع نخرب الدنيا تاني زي ما كنا بقى، روتينات وفلوجات، وبصوا هتشقلب لكم في الفيديوهات. آه خدت الحقنه وزي ما قلت لكم الحمد لله روقتني، بس كان وجع يكفيكم الشر. الحمد لله. طبعا انتوا مستغربين ايه اللي انا بحطه على الركنه دوت. الركنه انا كنت مورياكم في اخر فيديو الروتين ان انا كانت متبهدله خالص، كان خالد كان مبهدلها، وكنت خايفه ان يحصل فيها زي ما حصل في اوضه المعيشه بتاعتي اللي هي الاولانيه، فكنت خايفه عليها من البهدله. فالصراحه اول بقى ما لقيت ان الموضوع ابتدى ان هي بقى تتبهدل، لا لحقت نفسي. عملت ايه بقى؟ نزلتها الدراي كلين. فكيتها. انا مخليه الراجل لما كان يعملها لي الركنه قلت له انا عايزاك تعمل لي كسوه اقدر ان انا اشيلها، بحيث ان انا لما عاوز ان انا تعمل يعني يعملها لي بسوسته، بحيث ان انا عايزه اغسلها في اي وقت اشيلها واغسلها. قال لي تمام. ففكيتها انا ومحمد من يومين، فكيتها خالص ونزلتها الدراي كلين. رجعها لي قشطه يا بنات، قشطه قشطه قشطه. فاول بقى ما جبتها وركبتها وحطيتها استخسرت بقى ان انا اسيبها كده تاني لخالد يبهدلها تاني. جبت ملايه قديمه عندي وقمت جايه مقطعاها على قد الركنه، وقمت جايه فرشها كده بحيث ان هي ايه، بحيث ان هي تحميها. طب ما تعملي كسوه يا ام خالد؟ لا انا مش عايزه اعمل كسوه. طب ليه؟ الكسوه حاسه ان هي انا عايزه افرح بالركنه، يعني عايزه يبقى الركنه كده بتاعتي كده ابقى فرحانه بيها كده، يعني لسه مركباها، فمش عايزه بقى احط لها كسوه وداري شكلها وكده. فانا اكتفيت باللي هي الملايه دي اللي انا حطاها. وقلت بقى لخالد، يعني قلت له بقى ايه، قلت له لا انا مش هسمح لك تاني ان انت تبهدلها، تاكل اي حاجه، لو باكل شيبسي لو مستيكه كده مستكايه تاكلها في الارض بس. المهم لميت بقى شويه الغسيل اللي كانوا عندي وهبدا بقى ان انا اطبقهم معاكم. طبعا انا كنست الاوضه، انتوا لو هتلاحظوا كنستها بالمكنسه العاديه مش بالمكنسه الكهرباء. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم ان الكفر اللي انا حاطاه شفاف، فالكفر الشفاف ده بيلزق في المكنسه الكهرباء، فما بعرفش ان انا خالص اكنس بالمكنسه الكهرباء في الليفينج، فبكنس بالمكنسه اللي هي العاديه دي بس فوق الكفر كده. باقي الشقه بيبقى بالمكنسه الكهرباء عادي. وعايزه اقول لكم على مفاجاه تانية. اوضه الاطفال خلاص بتاعت اللي اوضه خالد بتتنفذ من اول النهارده، من اول النهارده بداوا خلاص ان هم يشتغلوا فيها.
وعشان تبقوا عارفين مش خال محمد اللي بيعملها، انا كنت في الفتره اللي فاتت قلت لكم مستنيه ان خال محمد ينزل من الحج ويعملها لي ويظبطها لي. كان اخد اجازه هو شهر او شهر ونص عشان كان بيحج، كان قاعد فتره كبيره في السعوديه وكده. فلما نزل رجع تاني الشغل بتاعه، صعب ان هو ياخد اجازه عشان يعمل لي مثلا يعني صعب ان هو ياخد اجازه. فمش قال لي ما تعطليش نفسك، انا معلش والله انا غصب عني، بس انا خايف ان انا اتاخر في ان انا اعملها وانتي مستعجله عليها عشان تخلصي منها قبل الولاده، فمعلش. المهم الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله ان هي جت على قد كده، وكل تاخيره وفيها خيره. اتصلت بواحده صاحبتي كان هي لسه عامله اوضه الاطفال بتاعتها قريب، وكانت برضو مجدده اوضه النوم، وكانت بتعامله مع مهندسين عاملين لها اوضه النوم واوضه الاطفال، فالشغل بتاعهم الصراحه كان عاجبني. فادتني الرقم بتاعهم فتواصلت معاهم وشفت طبعا شغلهم، وانتوا هتشوفوا برضو النتيجه في الاخر هتبقى عامله ازاي، وهتشوفوا ذوقي عامل ازاي. اتواصلت معاهم وكلمتهم اول ما خال محمد ما كلمني، الكلام ده كان بقاله اسبوعين. كلمتهم قالوا لي ماشي. جه امبارح بعتوا لي حد من عندهم مهندس تبعهم، رفع المقاسات في الاوضه، اخد المقاسات وظبط الدنيا. اخترت كمان الديزاين اللي انا عايزه ان انا اعمله. قلت لكم هعمل سرير دورين، وهعمل دولاب، وهعمل مكتب، بس كده. جه امبارح بقى اخد المقاسات كلها بتاعت الاوضه، وعايزه الوان ايه والبويه عايزاها ايه. طبعا انا مش عايزه احرق لكم الحاجات اللي انا اخترتها والحاجات اللي انا منقياها والالوان وكده، مش عايزه احرق حاجه، انا عايزاها كده تبقى مفاجاه كده، تبقى بزهوتها عشان تشوفوها وتقولوا لي رايكم في الاخر ايه. بس كده. اوضه خالد الحمد لله مش ناقصها كده اي حاجه غير ملايات، عايزه بس اجيب شويه ملايات للسرير، وعايزه اجيب سجاده. معظمكم قال لي بلاش تركبي، لان الهوت سبوتات ما شاء الله ياما قوي في اوضه خالد، فالاوضه مش محتاجه نجفه، فمعظمكم قال لي بلاش نجفه. وفي البعض قال لي هاتي، فانا برضو لسه محتاره في النقطه دي، يعني لسه محتاره في الحته دي. وعايزه اركب لها اللي هو الليد زي اللي انا مركباه بقى عندي في الشقه بره، اللي هو الاضاءه الخفيفه اللي بتبقى الليد ده اللي بيبقى داير ما يدور، اللي بيبقى لونه موف او اصفر. الليد دوت اللي هو الشريط البلاستيك الصغير دوت اللي بيبقى متركب، مش عارفه اسمه ايه، اللي انا مركباه عندي بره. هبقى اوريهولكم برضو لما اعمله. هجيب برضو الكهربائي ان هو يعمله. بس مع ان انا جبت الكهربائي اليومين اللي فاتوا، اوضه خالد حر جدا، اكتر اوضه في الشقه عندي حر هي اوضه خالد. نزلت اليومين اللي فاتوا جبت تكييف وجبت تلفزيون وركبتهم، اوريهولكم في اخر الفيديو. جبت التكييف وجبت التلفزيون، يعني ركبتهم. قلت بقى ليه جبتهم؟ عشان يستقلوا بنفسهم في الأوضة. يعني أنا قلت الصراحة ما بيني وما بينكم إيه، أنا مش هكلف نفسي في الأوضة وأجيب الأوضة وكده، وفي الآخر مثلا خالد ما يرضاش يقعد فيها عشان مثلا الدنيا حر، او عايز مثلا مضطر ان هو يطلع بره عشان يتفرج على التلفزيون. فقلت لا، انا اعمل الاوضه تبقى كامله مكمله كده، تبقى ليهم بقى ايه، ما يطلعوش منها مع نفسهم يعيشوا حياتهم. بس اليومين الجايين رايحه للدكتور عشان اعرف نوع الجنين ايه، وان شاء الله برضو هقول لكم. ما بقول لكم في بقى مفاجآت كتير جايه الفتره الجايه، فان شاء الله هقول لكم اول ما اعرف على طول. هطلع برضو في فيديو. طبعا معظمكم قال لي هتعملي حفله جنس مولود ولا لا. انا شايفه الصراحه ان دوت مصاريف على الفاضي، انا اولى بالمصاريف دي، لان انا لسه محتاجه حاجات لاوضه خالد. لسه بعمل، يعني امبارح اخدوا مني نص فلوس الاوضه، اخدوا مني نص الفلوس، والنص التاني عند الاستلام. ولسه زي ما قلت لكم عايزه اشوف هجيب نجفه ولا لا، سجاده، ملايات. لسه كمان عايزه اجيب مرتبه تالته. ليه بقى مرتبه تالته؟ السرير انا عاملاه دورين بس هيعملوا لي برضو دور تالت هيبقى تحت، بس انا مش هقدر ان انا اوصف لكم المنظر، لان انا هتشوفوه على الطبيعه، مش عارف ان انا اوصفه، ممكن معظمكم ما يتخيلهوش. طبعا دي الاوضه زي ما انتم ما شايفين كده متبهدله خالص. ركبنا اهو التلفزيون، وفوقيه على طول التكييف، فوقيه على طول. بصوا هوريكم دلوقتي التكييف اهو. بس كده الحمد لله خلصت من حاجتين برضو مهمين. فحفلة جنس مولود ايه بقى وبتاع ايه، انا اولى بالفلوس دي. بس كده استنوني في فيديو جديد.